واش عمرك سولتي راسك علاش كاينين بعض الدول بحال امريكا والصين متفوقين بزاف في المجال ديال الذكاء الاصطناعي وحنايا كمغاربه باقيين متاخرين فيه؟ وفي بزاف ديال المجالات بحال البرمجه والذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وتحليل البيانات. واش المشكل كاين في العقول اللي عندنا ولا كاين المشكل في الامكانيات؟ حيت المغرب صراحه ما عندوش نقص في المواهب، بل عنده اطفال وشباب مغاربه خدامين في شركات عالميه في هذه المجالات. ولكن واش كاينين شي اسباب اخرى اللي كتخلينا حنايا نكونوا متاخرين في هذه المجالات؟ اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي قليل الناس كيعرفوه، اللي هو علاش حنايا كمغاربه مازال متاخرين في المجال ديال الذكاء الاصطناعي وايضا بزاف ديال المجالات. واش السبب في العقول ولا في الدوله اللي ما كتدعمش هذه المشاريع ديال الاي اي والبرمجه وايضا الامن السيبراني؟ حيتاش في الاواخر شفنا عدة مواقع مغربية تعرضت لهجومات سيبرانية من طرف بعض القراصنة، واللي حنا ما غاديش نتعمقوا فيهم بزاف في الموضوع ديالهم. الا بغيتي ندير لكم شي فيديو اخر على هاد القراصنة اللي عرضوا بعض المواقع ديالنا المغربية لعدة اختراقات، قولوها ليهم. اول سبب غادي نهضروا عليه واللي هو التعليم المغربي مازال ما كيعتمدش في التعليم على التكنولوجيا الحديثه بحال في المجالات ديال الاي اي والبرمجه المتقدمه وتحليل البيانات. وبزاف ديال الطلبه كيخدموا عده سنوات في شي جامعه ولا شي مدرسه، ولكن ما عمرهم خدموا على شي مشروع حقيقي بحال يبنيو شي سيت ويب ولا يبنيو شي ابليكاسيون ديالهم ولا يخدموا كمحللين بيانات في شي شركه. وهذا هو السبب اللي كيخليهم يخرجوا للسوق ديال العمل بلا مهارات. وثاني سبب عندنا واللي هو قله الاستثمار. باش الدوله تتطور في مجال ديال الذكاء الاصطناعي خاصها تصرف الملايير في البحث العلمي وفي الشركات الناشئه وفي البنيه التحتيه، ولكن في المغرب مازال ما كيعتمدوش على هذا الشيء باش يصرفوا ميزانيات كبيره، واللي خاصهم يحددوا ميزانيات كبيره لهذا البحث العلمي والذكاء الاصطناعي وايضا البرمجه والامن السيبراني. مثلا كاينين شي شركات في مثلا في الصين ولا امريكا اللي متفوقه بزاف في هذه المجالات، كتصرف عده ملايير ديال الدولارات في هذا البحث العلمي وكتشجع الناس ديالهم باش يديروا البحث العلمي وايضا الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني. ثالث سبب اللي غادي نتكلموا عليه واللي هو هجرة العقول. كاينين بعض الطلبة وبعض الشباب المغاربة عندهم مهارات قوية في هذه المجالات، ولكن كيمشيو لبرا لبعض الدول كتعطيهم فرص أكبر وبعض الرواتب كبيرة. يعني المغرب كيصنع الكفاءات ولكن ما كيستافدش منهم. والسبب الرابع هو الاخير واللي هو قله التوعيه باهميه الذكاء الاصطناعي في المستقبل. اليوم كاينين بعض الناس وبعض الشركات كيشوفوا الذكاء الاصطناعي غير حاجه ثانويه وما يمكنناش نعتمدوا عليه، ولكن الذكاء الاصطناعي حاليا داخل في الصحه والتعليم والامن المعلوماتي، يعني خاصنا نستثمروا فيه حاليا. وجميع الدول اللي كتستثمر في الذكاء الاصطناعي بحال الصين وامريكا هما اللي غادي يقودوا المستقبل ان شاء الله. وفي الاخير الميساج اللي بغيت نوصل لكم من هذا الفيديو يعني انه الدوله المغربيه ديالنا خاصها باش دير شي استثمار قوي بزاف في هذا المجال ديال الامن السيبراني وايضا انظمه حمايه المعلومات وتحليل البيانات، حيت بزاف ديال المواقع المغربيه اللي حساسه تابعه للحكومه تعرضت لبعض الهجمات السيبرانيه. وفي الاخير الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا معكم اشتراك ونتلاقاو في فيديو اخر مع شي موضوع